بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم حباباتي؟ لاباس؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الاكله ولا فكره اقتصاديه وسهله التحضير وبنينه ما شاء الله. ما نطولش عليكم خياتي، نجوزوا مع بعض الطريقه والمقادير مباشره. واش نحتاج في الوصفه ديالي؟ عندي حبيبات تاع بطاطا، انا هنا دايره قيس كيلو تاع بطاطا قطعتها خشي شويه دوكا نقليها. عندي 3 حبيبات تاع طوماطيش مسكرفجين، عندي شويه تاع دنداشي ولا دجاج مفروم، عندي 3 فصوص تاع الثوم والزيت والملح. وما نطولوش مع بعض، نبداو مع الطريقه مباشره. بعد ما قليت البطاطا ديالي حطيتها كوتي، دوكا جبت المقله درت فيها شويه تاع الزيت، حكمت هذاك البولياشي ديالي نقليه مليح في الزيت، نزيد نضيف عليه الفصوص تاع الثوم ونخليه يتقلى بالطبع. من بعد نبداو نضيفو لي زيبيس ديالنا. عندي مغرف صغيره تاع فلفل اسود، نزيدو نضيفو عليه شويه تاع الملح، قليل من الملح، ونخلوه يتقلى مليح. من بعد واش نديرو؟ نحيوه في طبيسي ونخلو هذيك المقله ديالي ما نغسلهاش، نخلي فيها هذاك شويه تاع الزيت. نجيب طوماطيش ديالي اللي كنت سبق وقلت رابيتها، نقليها مليح في الزيت، نضيف عليها مغرف صغيره نتاع الملح، نزيد نضيف عليها مغرف تاع طوماطيش، نقلي مليح هذيك الطوماطيش باش تطلق لنا البنه ديالها. لازم نقليوها وما نديرش هنايا الثوم لا خاطرش راني فت درتو مع الدجاج، سكيفي ما نديروش. نقليو برك الطوماطيش ديالي مليح. بعد ما قليت مليح الطوماطيش ديالي نبدا نضيف لها شويه لي زيبيس. عندي القليل من الفلفل الاسود والكمون، مغرف صغيره كمون ومغرف صغيره فلفل اسود، نحركهم مليح. من بعد نجيب كاس تاع الماء، نفرغ هذاك الماء ونغلق عليها ونخليها تتجمر لي شويه. بعد ما طابت لي هذيك لاصوص نعاود نرد هذاك الدجاج ديالي اللي كنت طيبته، مع نزيد ندير له هذيك اللي فخيت اللي كنت انا سبق وقلت قليتها، ونخليهم يا ربي واحد 3 دقائق برك يدوا شويه من بنه لاصوص هذيك، ونطفي عليها. ندير لها شويه تاع المعدنوس من الفوق ونطفي عليها. نشوفوا مع بعض الطريقه. هاي لك حبابتي الوصفه اللي انا كنت قدمتها، يعني اكله ما شاء الله فكره للعشاء. جربوها خياتي وان شاء الله تعجبكم، وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا.